أصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. كثيرا ما نسمع عبارة يستخدمها الرجال عندما يضيقون من صرصرة وحديث النساء، فيصفوه بكلام نسوان أو قعدة نسوان، تقليلا من شأنهم، فكلامهم كلام تافه لا يستحق أي اهتمام وليس له قيمة، تكتر فيه الغيبة والنميمة، بل في كثير من الأحيان قد تسبب مشاكل لا حصر لها. ورغم أن كلمة نسوان جمع نساء، إلا إنها أصبحت تستخدم ككلمة مهينة ذات سمعة سيئة. لكن سمعت قبل كده عن عيد النسوان أو عن قاضي النسوان؟ ده اللي هحكي لكم عليه. نبتدي بعيد النسوان. من عادات المصريين الاحتفال باستطلاع هلال شهر رمضان، والتي تعرف بليلة الرؤية. وتباينت مظاهر الاحتفالات على مر الحقب التاريخية المختلفة التي مرت بها البلاد، حيث تفردت كل حقبة ببعض الطقوس والعادات والتقاليد الخاصة، وإن بقيت بعض العادات مستمرة منذ دخول الإسلام مصر حتى يومنا هذا. كما كان يطلق على تلك الليلة ليلة الجمال، لأن كل شيء في القاهرة تزين واتصف بالجمال والإبهار استعدادا لاستقبال الشهر الكريم. فهي ليلة غاية الروعة في الاحتفالات العظيمة المبهجة. لكن الرجال أطلقوا على هذه الليلة عيد النسوان. ليه؟ شوف يا سيدي، كان الرجال يخرجون إلى الأسواق والشوارع والطرقات للمشاركة ومشاهدة مواكب الاحتفال، وكان النساء يحرصون على مشاهدة هذا الاحتفال الكبير أيضا والاستمتاع بتلك الليلة المباركة. لكن ليس من الأصول أو اللائق مزاحمتهم ووقوفهم بين الرجال الذين يتزاحمون وتتكدس بهم الشوارع والطرقات لمشاهدة الاحتفال. فيكون أمام النساء إما أن يذهبن إلى بيوت النساء من أقاربهن وأصدقائهن المقيمين في تلك الأسواق أو الشوارع والطرقات التي تمر بها مواكب الاحتفال، فيكون بيت القريبة أو الصديقة تجمع نسائي كبير من الأقارب والصديقات. طيب، في حالة عدم وجود إحدى القريبات أو المعارف بالقرب من الأسواق السلطانية، فكانت النساء قبل الاحتفال بأسبوع تستأجر بعض الحوانيت والدكاكين في الأسواق السلطانية، تتجمع فيه مع مجموعة من النساء من الأقارب والجيران والمعارف. وكان إيجار تلك الدكاكين مرتفع الثمن، وكان لا أحد من الرجال يستطيع أن يمنع زوجته ونساءه من الخروج في هذه الليلة لمشاهدة الاحتفال برؤية هلال رمضان. ويبدو أن هذا لم يكن يروق للرجل، فأطلق الرجال على هذا اليوم عيد النسوان للسخرية والتهكم على ترك النساء بيوتهن في تلك الليلة وتجمعهم معا. والطريف بأنه يذكر بأن القانون المصري اشترط في عقد القران ألا يمنع الرجل زوجته من الخروج من بيت الزوجية في هذه الليلة. نيجي بقى لقاضي النسوان. في منطقة المنشية باسكندرية، تحديدا في شارع فرنسا المشهور بمحلات الذهب والصاغة، تجد مبنى متهالك. المبنى ده كان قديما مبنى المحكمة الشرعية التي يرجع تاريخها للعصر العثماني، حيث سميت بالشرعية نسبة إلى لجوء القضاة الشرعيين إنذاك إلى العمل بالمذاهب الإسلامية. والمحكمة الشرعية كانت اختصاصها النظر في قضايا الأحوال الشخصية، فتجد معظم المتقاضين أمامها من السيدات، لأنها زي ما قلت كانت تنظر في الأحوال الشخصية من قضايا الطلاق والنفقة والميراث. فتجد على أبوابها تقف طالبات الطلاق
من أزواجهن بعد أن استحالت استمرار العشرة بينهم، أو التي لجأت للمحكمة لمطالبة الزوج بنفقة لها ولأولادها بعد أن امتنع عن الإنفاق عليهم. وكذلك الأرامل وكبار السن والباحثات عن حقوقهن في الميراث. فمعظم القضايا ترتبط بعلاقة المرأة بالرجل، ومن هنا ظهر الاسم الشعبي لها، فقد سماها العامة من أهل الأسكندرية محكمة النسوان، فعرفت شعبيا بهذا الاسم، وامتدت السخرية لتشمل القضاة في تلك المحكمة، فأطلقوا عليهم قاضي النسوان. دي حكاية عيد النسوان وقاضي النسوان.